الفرق بين منصه ب 10000 ومنصه ثانيه ب 100000 جنيه. لو بتدور على منصه اكيد قابلت السعرين دول وسالت نفسك ليه في فرق سعر كبير جدا، والفيديو ده بفكرك ان هو من سلسله من 10 فيديوهات ازاي تختار منصتك صح. طب هل في منصه ينفع تتامن بشخص واحد؟ استحاله. ليه؟ محتاجه تيم كبير، محتاجه شركه تشتغل وراها، محتاجه تيم سايبر سيكيورتي، محتاجه سنين من الشغل عشان تطلع بمنصه فعليا تحمي الكرسي بتاعك. خلينا نعرف ايه الفرق بين الشركات وازاي اعرف الشركه الكويسه من الشركه اي كلام. خليني اقول لك، لو شركه جت قالت لك المنصه ب 10000 او ب 20000 فاكيد لازم تشك في الموضوع، عشان حاليا مرتب الديفلوبر وصل من 20 ل 40000 جنيه في الشهر الواحد، فازاي هيبيع لك منصه ب 20000 جنيه؟ ايه الحاجه الثانيه اللي تشككك في الشركه دي؟ لو قال لك انا هديك اي بي كي وانت ارفعه في الاي ستور، لازم الاي بي كي الشركه هي ترفعه لك. ثالث حاجه تعرفك ان الشركه دي اي كلام لما تسمع كلمه unlimited او غير محدود. طبعا انت يا صديقي شاطر وعارف ان مفيش حاجه في الدنيا اللي احنا عايشين فيها دي ببلاش. هنزل لك فيديو ازاي الناس اللي شغاله unlimited بتشتغل اصلا، وازاي بيكسبوا، وازاي في الاخر انت بتلبس في الحيطه بسبب قرار زي كده. لازم وانت بتختار المنصه بتاعتك تبقى عارف التكاليف، هدفع امتى وهدفع ايه. طب ليه في شركه بتبيع المنصه ب 60000 وشركه ثانيه بتبيع المنصه ب 150000؟ خليني اقول لك ان انت هنا بتقارن بين حاجتين. مثلا سامسونج انت عندك سلسله الاي وعندك سلسله الاس، فهنا بتقارن مميزات بمميزات. المنصه دي هتبقى ويب سايت بس ولا تطبيقات. خليني اقول لك ان الامان بس مش مجرد ان هو يمنع لك السكرين ريكورد والسكرين شوت، ده اسهل حاجه. لو اشتريت السنه دي منصه ب 10000 جنيه طمني ايه الاخبار، اللي توقعته لقيته ولا لا؟